في حوار خاص مع القناة الثانية المغربية مساء يوم السبت، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أن العلاقة بين المغرب والجزائر لا تحتاج إلى وساطة، مشددا على أن القرب الجغرافي والروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين تجعل الحوار المباشر هو السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات. وأوضح بوريطة أن موقف جلالة الملك محمد السادس واضح وثابت، فالحوار الصادق والبناء هو الطريق الوحيد لطي صفحة التوترات، شريطة توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أشار الوزير إلى أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن تضمن 6 عناصر أساسية لم يسبق أن وردت مجتمعة في أي قرار سابق، أهمها التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الإطار الوحيد والجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أوضح أن القرار حدد بوضوح الأطراف المعنية بالعملية السياسية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، دون فتح المجال لأي تأويلات أو أطراف إضافية، وجاء بصياغة توجيهية حازمة تؤكد أهمية الواقعية وروح التوافق. وفيما يخص مسار التصويت داخل مجلس الأمن، كشف بوريطة أن اللعشل النقاشات الأخيرة عرفت تحركات دبلوماسية مكثفة، وأن التأجيل في التصويت حتى اليوم الأخير يعكس حجم الاهتمام الذي تحظى به القضية والجهود التي بذلت لضمان توازن القرار. وفي ختام الحوار، شدد الوزير على أن المملكة المغربية لم تسع يوما إلى تقليص مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، بل تعتبرها شريكا أساسيا في الدفع نحو حل سياسي دائم يقوم على الواقعية والتوافق في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.